وعلى مستوى الكاستنج وجود طارق عماد في الفيلم كان في مكانها المظبوط. لكن الفنانه نور ما قدرتش اتفاعل مع قصتها رغم ان القصه بتاعتها تعتبر من القصه الرئيسيه في الفيلم. اكتر حاجه عجبتني في الفيلم هي علاقه الاخوه بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. علاقه يمكن ما شفناهاش كتير جدا على مستوى الاعمال الفنيه الماضيه. اخين فاهمين بعض، بيحبوا بعض، بيحموا بعض، ما يهمهمش اي حاجه غير العيله، بيقدموا ان اهم حاجه في الحياه هو الرابط الاسري. طبعا اداء كريم محمود عبد العزيز كان من الاداء اللي فعلا كان مبهج. كان بالنسبه لي ما كانش اداء مبالغ فيه، بالعكس كان اداء طبيعي. شاب سافر ايطاليا ورجع لسه ما وصلش لمرحله النضج الفظيع، على عكس اخوه اللي هو برضه كان شقي جدا لكن هو نضج خلاص. فعلا احنا مفتقدين ازاي يتقدم عمل فني فيه عبره وعظه ويتقدم بشكل طبيعي وكوميدي وبسيط.